تربية الفراخ البيضاء بأحدث الطرق العلمية على طريقة دول أوروبا وعلى طريقة المحطات الكبيرة اللي موجودة في مصر. في شرح النهاردة تربية الفراخ البيضاء من الألف للياء، من عمر يوم لعمر 35 يوم، العمر اللي هتطلع فيه الفرخ بتاعك متوسط الوزن بتاعه من 2 كيلو ونص ل3 كيلو. ايه الحاجة الحلوة في الفيديو ده؟ ان انت هتعرف كل حاجة تخص الفراخ البيضة، وهتعرف ازاي تجيب كتكوت من مصدر موثوق منه، وكمان تجهز المكان وتطهر المكان عندك وتجهزه عشان تستقبل الكتاكيت. يلا بينا نبدأ في الشرح عشان ما اطولش عليكم. بس لو انت مش عامل اشتراك في القناة يا ريت تدعمنا باشتراك في القناة، وكمان بنصحك انك تدخل تشوف الفيديوهات اللي موجودة على القناة قبل ما تفكر تنزل دفعة فراخ بيضة جديدة عندك. اول حاجة لازم تعملها، لازم تدخل المكان اللي عندك وتطهره بنسبة 100%. المكان اللي عندك لو انت مربي فيه دفعة قبل كده، ولو لا قدر الله كانت مصابة او عندها اي مشكلة معوية او تنفسية، اكيد هتعدي الدفعة اللي بعدها. فانت لازم تنظف المكان بنسبة 100%، لان العامل ده من اهم عوامل نجاح تربية الفراخ البيضاء. بالله عليكم يا جماعة اوعوا تكسلوا تنضفوا المكان وتطهروه بالكلور، لان انتوا بتدفعوا فلوس عشان خاطر ربنا يسهل لكم الحال وتكسبوا والدورة تطلع كسبانة معاكم. فانا باكد عليكم كمان مرة، لان النظافة من اهم عوامل نجاح دورة الفراخ البيضاء. نيجي بقى للنقطة اللي بعد كده، تجهيز المكان. تجهيز المكان بيكون من ناحيتين، التهوية والتدفئة. لازم نهتم بالحاجتين دول مع بعض. لو اهتميت بالتهوية والتدفئة الاتنين دول مع بعض، الكتكوت من اول لحظة فيها هينزل فيها المكان عندك هتلاقي عنده نشاط وحيوية، وهيجري على الاكل وهيجري على الشرب. انما لو انت عندك مشكلة في التهوية او في التدفئة، الكتكوت لو مكتوم عليه هتحس ان هو كسلان ومش عايز ياكل ولا يشرب. والكتكوت لو ما لقاش التدفئة المظبوطة بتاعته هيتن كاشش، والكتاكيت هتلم على بعضها وتعرق ومش هتاكل. يبقى انت لازم تهتم بالتهوية والتدفئة بحيث الكتكوت زي ما انت شايف في الفيديو قدامك كده، من اول لحظة لوصوله الكتكوت يكون بياكل وبيشرب. طب الكتكوت لو ما كلش ولا شرب في اول الايام بتاعته، طلع عنده مشكلة في التهوية والتدفئة، الكتكوت ده هيتأخر معاك ومش هيشيل وزن. واحتمال الكتكوت لو كان المصدر بتاعه كويس والكتكوت شركات ونوع نظيف هيتحول ويبقى كتكوت صردة، وهتبقى المشكلة من عندك. فانت لازم تهتم بالتهوية والتدفئة. يا ريت يا جماعة الكلام اللي انا بقوله ده يا ريت تركزوا فيه وتطبقوه، لان اي مشكلة هتحصل عندك بعد كده معناها انك بتأثر في حاجة من الحاجات اللي بتحصل قدامك. نيجي بقى لنقطة مهمة، وهي تطهير العلافات والسقايات. لازم تغسل العلافات والسقايات قبل وصول الكتكوت بيوم بكلور وتحطها في الشمس تنشف. نيجي بقى للنقطة اللي اهم من كل ده. اي نعم كل الكلام اللي احنا بنقوله مهم، بس النقطة دي برضو مهمة جدا، لازم تركز عليها ولازم تاخد بالك منها عشان هي عامل من عوامل نجاح دورة الفراخ البيضاء. اختيار نوع الكتكوت او المكان اللي هتجيب منه الكتكوت، بمعنى اصح المصدر اللي انت هتشتري منه الكتكوت. انا عايز اقول لك بقى الخلاصة بتاعت الكتاكيت ديت ماشية ازاي. مش عايز اطول عليكم في النقطة بتاعت الكتاكيت، بس انا لازم اعرفك كل حاجة تخص الكتكوت. عامة المعامل لما بتيجي تطلع الكتاكيت، الكتاكيت دي بتتفرز ازاي؟ في ناس مختصة بتيجي تفرز الكتاكيت. الكتكوت اللي وزنه كويس مثلا 45 جرام او 42 جرام بيتحط على جنب. طب الكتكوت اللي وزنه اقل من الطبيعي بيروح فين؟ بيتحط على جنب. يجي بقى الشركات اللي هي بتودي للمزارع الكبيرة اللي بتسكن من اول 1000 و2000 لحد 5000 و20000 كتكوت، ويبيعوا لهم هما الكتاكيت النظيفة ديت بسعر أغلى من 2 ل5 جنيه. طيب الكتاكيت اللي هي اتفرزت بتروح فين؟ بتيجي بقى للمكاتب والأهالي اللي هي بتتباع قطاعي، كل واحد بياخد 50 واللي بياخد 30 واللي بياخد 100. انت ممكن حظك يصدف وتلاقي في الكتاكيت ديت حاجات وزنها كويس، وبتحول وانت بتاخد بالك ان الكتاكيت احجام كبيرة واحجام صغيرة لما تيجي تبيع الفراخ. في نوع تاني بقى بيتفرز اسمه السردة اللي هو بيتباع وتلاقي الناس بتلف تبيعه الكتكوت بجنيه
و2 جنيه، بدل ما بيعدموه بيستفادوا بالفلوس بتاعته. دي كانت معلومة سريعة عن الكتاكيت، كان لازم برضو اوصلها لكم للأمانة عشان الناس تبقى عارفة ايه اللي بيحصل في الكتاكيت. طيب هتقولي ما انا ساعات بجيب كتاكيت وما شاء الله الدورة بتبقى الاوزان 2.5 و3 كيلو، والدورة اللي بعدها ما بتشيلش وزن، وبكون جايبة من نفس المكان او مكان واحد. هقول لك انا يا سيدي الخلاصة، بيكون مثلا العرض بتاع الكتاكيت النظيفة كتير في السوق، والطلب بتاع المزارع قليل، فبيضطروا يطلعوا الكتاكيت النظيفة للأهالي والمكاتب، وانت لحسن حظك بيصدف معاك انك بتاخد من دفعة الكتاكيت النظيفة. كده بقى انت فهمت حوار الكتاكيت ماشي ازاي. طيب في دكاترة بيطريين بيجيبوا كتاكيت نظيفة من المزارع، تبقى مثلا المزرعة هتنزل 5000، بيقول له اعمل حسابي في 500 كتكوت. فالدكتور البيطري بياخد الكتاكيت اللي هي النظيفة دي ويبيعها بسعر غالي شوية عن باقي المكاتب، والناس بتاخد منها. فانت الخلاصة لازم تدور على المصدر اللي موثوق منه وانت بتشتري الكتكوت، لان الكتكوت الطبيعي بيحول على 35 يوم بيكون متوسط الوزن بتاعه من 2 كيلو ونص ل 3 كيلو. اما بقى للكتكوت المفروز اللي هو وزنه اقل من الطبيعي، هتلاقيه على عمر 35 يوم كيلو 600 وكيلو 400، وهتضطر تستنى لحد 45 يوم عشان يوصل 2 كيلو بالعافية او 2 كيلو و200. هياكل معاك كده كتير وهياخد وقت اكتر، وهتتعب نفسك في خلطات ووصفات، وهتحس انك ماشي غلط مع ان انت ما عندكش اي مشكلة، والعيب كان عيب الكتكوت من الاساس. معلش لو طولت عليكم شوية، بس كان لازم اوضح النقط عشان في ناس كتير ما تعرفش يعني ايه كتكوت نضيف ويعني ايه كتكوت فرز، فكان لازم اوضح عشان الكل يستفاد. نيجي بقى للمرحلة اللي بعد كده، خلاص جهزنا المكان واشترينا الكتكوت من مصدر كويس وموثوق منه. قبل الكتكوت ما هينزل بساعة عندك لازم تكون فارش المكان، راشش الجير في الأرضية، وحاطط طبقة التبن. طبقة التبن بتكون الكثافة بتاعتها 5 سنتي. بتشوف مصدر التدفئة عندك، إذا كان هتدفي بدفاية غاز أو هتدفي بدفاية كهرباء. بتشغل الدفايات عندك وتظبط درجة حرارة المكان على 32 أو 33 درجة، وبتظبط التهوية عندك. بتكون التهوية في الأعمار الصغيرة تهوية بسيطة جدا، قد تكون مش موجودة، بس مش معنى كده انك تكتم المكان، لا لازم يكون في تهوية، بس تهوية بسيطة، ما يكونش في تيار هواء اطلاقا. وبتجهز المكان وبتحط الطباق اللي قدامك زي ما انت شايف في الفيديو. ما ينفعش تحط علافات في اول 10 ايام، بتحط طباق زي كده. الطباق لازمتها ان هي تسهل على الكتكوت ان هو يعرف ياكل، حتى لو الكتكوت هينام في الطباق ويعمل حمام فيها مفيش اي مشكلة، لان الكتكوت في الاعمار الصغيرة الحمامات بتاعته ما بتعملش مشاكل ولا بتعمل عدوى. بنستقبل الكتكوت على معلقة عسل اسود على ال2 لتر، او تذكرة محلول جفاف من الصيدلية البشري على ال2 لتر. بنحط السقايات والعلافات قبل وصول الكتكوت بساعة. الهدف ان احنا نحط الحاجة دي قبل الكتكوت ما يوصل بساعة، بحيث كل حاجة في المكان تاخد درجة حرارة المكان. بس نصيحة، تبعد العلافات والسقايات عن مصدر التدفئة بحيث المية والأكل أو العلف ما يسخنش. بعد كده لما الكتكوت بيوصل، انت بتشوف المكان وبتشوف الكتكوت. لو الكتكوت منتشر وبيجري في المكان وبيشرب وبياكل، انت لازم تحس بالكتكوت. لو شايف ان الكتكوت واخد راحته في المكان وعنده نشاط وحيوية، يبقى انت كده ماشي صح. طيب لو الكتكوت بينهج، يبقى كده درجة الحرارة عالية عنده، هتلاقيه باعد عن اللمبات وهتلاقيه رايح جنب الحيطة عشان يتنفس. طب لو الجو ساقع عنده، هتلاقي الكتاكيت كشة ولما على بعض. فايدة العسل الأسود أو محلول الجفاف اللي احنا بنستقبل عليهم أول 8 ساعات، إن الكتكوت بيكون جاي من سفر وبهدلة والطريق والمواصلات وكده، فبيساعدوه إن هو بيستعيد الحيوية بتاعته. بالنسبة لتاني يوم، تالت يوم، رابع يوم، خامس يوم، بنمشي على دواء مضاد حيوي معوي ومضاد حيوي تنفسي. مثلا بتكون سقوة صباحا وسقوة مساء. الفايدة من المضاد الحيوي المعوي والتنفسي عشان الكتكوت لو مولود عنده مشاكل، الكتكوت بيتعالج على الأدوية ديت عشان يقدر يعيش معاك. بتوقف بقى الأيام الجاية أي علاج، وبتمشي على مية بيضة بس. وبتيجي عند عمر 11 و12 و13، بتدي جرعة كوكسيديا وكوليستيريديا ومضاد سموم قوقاية. بتدي جرعة من كل حاجة لمدة 3 أيام، قوقاية فقط. إنما لو المرض موجود وفيه كوكسيديا أو كوليستيريديا، فأنت بتعالج لمدة 5 أيام.
الجرعة دي بتتكرر تاني على عمر 21 يوم و22 يوم و23 يوم. مضاد السموم بيتحط لمدة 3 أيام قبل ميعاد تغيير العلف بيوم. احنا بنغير العلف على عمر 17 أو 18 يوم بالتدريج، بنبدأ نحط شوية خشن على شوية ناعم لحد الكتكوت ما يتعود على الأكل. بالنسبة بقى لباقي الأيام اللي أنا مقولتش فيها على جرعات كوكسيديا وكوليستريديا، انت ممكن تستخدم فيها أي فيتامينات وأي أملاح وأي كالسيوم لو حبيت. لو الكتكوت عندك صحته كويسة أنصحك ما تستخدمش أي حاجة. ركز بقى في الشوية اللي جايين دول، عشان الشوية دولت هما اللي هيفرقوا معاك. لما الفرشة عندك تلاقيها اتوسخت أو شايف الحمامات كترت عليها، تعمل ايه؟ ما تكنس ولا تنظف المكان، تجيب شوية جير. بس خد بالك بقى وانت بتحط الجير وبترش الجير، تخلي ايدك واطية كده وتحاول تخلي الفراخ تنقلها في مكان تاني في نفس المكان، بس تحجز عليها تبعتها كلها في مكان لحد ما ترش الجير وترش النشارة بتاعتك، تحط طبقة سميكة. لان الفراخ لما بتاكل في الفرشة ديت بيجي لها كوكسيديا وكوليستريديا. الكوكسيديا والكوليستريديا بتدمر الفراخ وبتضيع الوزن. وكمان انت لو غيبت على الفرشة قعدت عليها 5 ايام من غير ما تزود طبقة نشارة او طبقة تبن، بتكون ريحتها مش كويسة خالص، والفرخك منه قريب منها بيشم ريحة الامونيا اللي بتبقى فيها، فبتعمل له مشاكل تنفسية. ممكن تلاقيه عمال يعطس او يخنفر، او تلاقيه منزل دموع من عينه. وطبعا كل المشاكل ديت بتأخر تحويل الوزن. فانت من نفسك كده لازم كل 5 ايام او 4 ايام، وعلى حسب ما انت شايف برضو، تزود النشارة عندك. بالنسبة لتغيير العلف، أنا عن نفسي بغير العلف لما الفرخ بياكل عندي كيلو إلا ربع علف، ببدأ أحط مضاد سموم، وبعد كده بغير العلف على مدة 3 أيام تدريجيا. يعني مثلا هو النهاردة آخر يوم ليه في العلف البادي، بجيب مثلا كيلو إلا ربع علف بادي واخلط عليهم ربع كيلو علف خشن. تاني يوم بحط مثلا نص كيلو علف بادي وبعد كده بحط نص كيلو خشن. تالت يوم بحط ربع كيلو بس علف بادي وبعد كده بحط التلات ارباع خشن. وبعد كده خلاص بحط الخشن. بس لازم تحط مضاد السموم قبلها بيوم، وبعد كده بتكمل عليه لمدة يومين او 3 عشان الفراخ ما يجيلهاش سموم. خد بالك بقى من المكان. لما تحس ان الفراخ بدأت تكبر معاك لازم تبدأ توسع المكان تدريجيا، سنة بسنة توسع المكان عليهم. ولما الفراخ تحس ان هي بدأت تكبر معاك لازم تزود مصدر التهوية برضو، بس يكون برضو بالتدريج سنة بسنة. ممنوع يكون في تيار هواء مباشر على الفراخ لان هيجيب لهم برد، ولو جالهم برد هيتأخر التحويل بتاعهم وهتدخل في مشاكل كبيرة انت في غنى عنها. نيجي بقى للفيتامينات والاملاح اللي احنا هنستخدموها والكالسيوم اللي هيوفر علينا واللي هيظبط الفراخ واللي هيظبط المناعة بتاعتها. احنا قلنا لحد 5 ايام مضاد حيوي معوي وتنفسي، بعدين بنسيب الفراخ يومين مية بيضة فقط. أفضل رافع مناعة تستخدمه للفراخ هو إيمولانت من الصيدلية البشري. الإزازة تقريبا بتعمل 15 جنيه، بتستخدم غطا على اللتر لمدة يومين. إزازة الكالسيوم اللي ممكن تستخدمها برضو غطا على اللتر هي ديكال من الصيدلية البشري، برضو سعرها 15 جنيه. الفيتامينات اللي ممكن تستخدمها لمدة 5 أيام في الدورة برضو من الصيدلية البشري، واسمها فيدروب بتاعة الأطفال. لكن علاج الكوكسيديا والكوليستيريديا ومضاد السموم أنصحك إنك تجيبه من الصيدلية البيطري، لأنه هو بيكون فعال أقوى من العلاج البشري. إن شاء الله الكل يكون استفاد من الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وأي حد محتاج حاجة يسيب كومنت وإن شاء الله هرد عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد.